على منح او بدأت في التقديم، فكلنا عارفين ان عملية التقديم على المنح بتتطلب وقت ومجهود كبير جدا، وبنحتاج ان احنا نركز في كل التفاصيل اللي احنا بنرفعها للمنح، وكمان بنحتاج ان احنا ننظم الديدلاينز بتاعتنا لو بنقدم على اكتر من منحة. فبالفيديو ده جايبه لكم 5 تطبيقات ساعدتني بشكل شخصي ان انا اقدر انظم ما بين المنح، وكمان اقدر انظم الديدلاين بتاعي. فلو مهتمين تابعوا معايا للاخر. اول تطبيق معانا وهو نوشن بصراحه كان بمثابه مكتبه رقميه ليا، لان انا كنت برفع كل حاجه ليها علاقه بالمنحه اللي انا عايزاها. وكمان في نوشن كنت بقدر ان انا اقسم كل سيكشن بناء على المنحه اللي انا عايزاها، وكنت بحط فيها التواريخ او الملاحظات اللي انا كاتباها على المنحه، الديدلاين بتاعها هتقفل امتى، وكمان إيه الاوراق المطلوبه بتاعتها. فبصراحه التطبيق ده كويس جدا، ساعدني كتير قوي، وانا لحد دلوقتي بستخدمه في الماستر بتاعي. دايما بينظم لي لو عندي ديدلاينز معينه او عندي assignments عايزه اعمل لها submit، او كمان ان انا في مثلا ملاحظات او حاجات معينه حابه اخدها وقت حتى المحاضرات، فبيكون كويس جدا وبينقذني. ده تاني تطبيق معانا وهو جوجل درايف. جوجل درايف بصراحه وانا مش بستخدمه عشان بس ارفع الملفات اللي انا عايزاها، ولكن انا بصراحه كنت بستخدمه كستوك للهارد درايف بتاعي، لان انا اوقات كنت بخاف ان مثلا لو في فايل معين او حاجه معينه اتمسحت من الكمبيوتر بتاعي فانا مش هعرف ارجعها تاني، فكنت بقدر استخدم جوجل درايف. او لحد دلوقتي بستخدمه ان انا برفع كل الملفات بتاعتي واقسمه فولدرز، وكل فولدر بحط فيه الورق المعين اللي انا عايزاه، سواء تبع لمنحه معينه او تبع لمنظمه معينه. وبصراحه بيكون كويس جدا لان انا ممكن اعمل اكسس للدرايف لابتوب او من الايباد او كمان من الموبايل. تالت تطبيق معانا وهو جرامرلي بصراحة ده منقذ حرفيا، لان هو ساعدني كتير قوي اثناء عملية كتابة الخطاب النية بتاعي او الموتيفيشن ليتر. انا كنت بكتب الخطاب بتاعي وبعد كده كنت برفعه على جرامرلي، كان بيتشيك السبيلنج بتاعي، الجرامر، الاستراكشر حتى بتاع الخطاب. وبصراحة كان كويس قوي. الاول كان معايا النسخه المجانيه بتاعته وكانت شغاله كويس قوي معايا، ولكن بعد كده عملت ابجريد وبقى معايا النسخه البريميوم. وبرضو فيها هي مش مختلفة كتير عن النسخة العادية، ولكن هي فيها فيتشر واحدة كويسة، وهي كمان بتتشيك لو الشخص ده عامل اقتباس من حتة معينة او مثلا من سايت معين، فبيقدر يجيب الاقتباس بتاعك ده وبيقولك ازاي تقدر تعدله من غير ما يكون عندك مشاكل اخلاقية في الاقتباس او حاجة. رابع تطبيق معانا وهو كام سكانر اللي هو بتاع ادوبي. بصراحة ده تطبيق كويس جدا جدا، لان هو ساعدني برضو بشكل شخصي ان انا اقدر اعمل اسكان لكل الفايلز اللي انا عايزاها، لان اوقات كتير جدا بنكون حابين نرفع مثلا فايل معين، بس للاسف بيكون معانا الهارد كوبي، فبيكون محتاجين ان احنا نعمل لها سكان عشان نرفعها مثلا على الويب سايت او على حاجه معينه، عشان مثلا نرفعها على الويب سايت. فالابلكيشن ده ساعدني كتير قوي لوقت اللي هو انا ما كانش فيه مثلا مكان اقدر اروح اعمل الورق بتاعي فيه سكان، فكنت بعمل سكان على طول من الموبايل، والجوده كانت بتاعت الورقه كانت بتطلع كويسه جدا، وكنت اقدر احوله PDF بكل سهوله واقدر كمان ارفعه. فهو التطبيق ده كويس جدا. خامس تطبيق معانا وهو الاخير وطبعا شات جي بي تي، يعني سواء هو الابلكيشن بتاعه او الويب سايت، فهو بصراحه انقذني كتير جدا ومازال بينقذني في حاجات كتير قوي قوي قوي. طبعا مش معنى كده ان انا بقول الناس تروح مثلا تكتب خطاب توصيه او خطاب نيه من شات جي بي تي وترفعه على الموقع بتاع المنحه. لا، شات جي بي تي ساعدني انا شخصيا ان هو انا اعرف اطلع افكار كويسه جدا، اقدر اكتب الخطاب النيه بتاعي بشكل منظم بشكل كويس. وهنا بسال شات جي بي تي في حاجات كتير قوي بيقدر يسهلها لي لو انا حاسه ان الموضوع صعب عليا، او لو انا فعلا مش فاهمه جزئيه معينه، فهو دايما بيساعدني. كمان شات جي بي تي كنت بساله عن منح معينه، مثلا اوقات ما كنتش ببقى لاقياها على الويب سايت، او اوقات ما كنتش ببقى لاقياها على جوجل، فكنت بساله وكان بيقول لي المنحه دي لايه، امتى التقديم بتاعها، والاوراق المطلوبه. فهو شات جي بي تي برضه. وطبعا الفتره المؤخره دي ما ينفعش ننكر ان كل الابلكيشنز او كل حاجه في حياتنا حاليا دلوقتي بالاي اي، وان احنا نقدر نستخدم الاي اي في صالحنا، فده شيء كويس جدا، من غير ان احنا مثلا ممكن نغش او اللي احنا ناخد حاجه مش بتاعتنا، او اللي هو نكتب كلام مش موجود فينا علشان مثلا نتقبل في منحة معينة او علشان نتقبل في شغل معين، لان هو الموضوع ده غير اخلاقي وكمان ممكن يسبب لنا ضرر كبير قوي. فانا كل الابلكيشنز اللي انا اتكلمت عنها دي دلوقتي هي اصلا بتدعم بالذكاء الاصطناعي، فانتوا برضو تقدروا تستفادوا من الميزة دي، فهتكون كويسة جدا وهتساعدكم ان تقدروا تنظموا الابلكيشنز بتاعتكم بشكل افضل.
لو حابين تعرفوا عن ابلكيشنز اكتر والحاجات اللي انا بستخدمها بشكل دوري، فاكتبوا لي في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي.